يا صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الجميلة على عيونك حلوين. وحشتوني كتير كتير جدا جدا جدا. أسفة كتير على الغياب والتأخير، وشكرا على كل الرسائل اللي كانت بتجيلي والناس اللي بتسأل عليا وبتطمن على أخباري. زي ما انتوا عارفين، بعد ما والدي كان يعني في صراع شوية مع المرض، توفى إلى رحمة الله تعالى. فبصراحة يعني ما كنتش قادرة اطلع خالص، وخدت يعني بجد ما كنتش قادرة حتى، يعني لا قادرة اصور ولا قادرة امسك التليفون ولا عايزة اتواصل مع اي حد على وجه الارض يعني. الحمد لله الحمد لله، مؤمنين بقضاء الله سبحانه وتعالى، والحمد لله يعني ربنا كريم ومفيش حد يعزم على اللي خلقه، وان شاء الله نحسبه على خير عند الله سبحانه وتعالى. بس الموضوع يعني خد مني رقات جامدة، وخاصة انه امي رحمة الله عليها توفت زمان واحنا في الكلية. كنت انا لسه في اولى كلية يعني، واخواتي كانوا لسه صغيرين، وكانت برضو يعني صراع طويل قوي مع المرض. فكان ساعات كتير ما بتبقاش في البيت، بتبقى في المستشفى ومحجوزة اوقات كتير. يعني كان تقريبا بابا هو اللي يعني قضى معانا وقت طويل قوي، رحمة الله عليهم هما الاتنين، الله يرحمهم ويسامحهم. وبعدين انا كمان كنت هنا في امريكا مش قادرة اسافر له. بعت الباسبور عشان الباسبور منتهي، بعت الباسبور عشان يتجدد، ما خلصش في الميعاد، وحصلت معانا حاجات كتير. المهم لحد دلوقتي اصلا لسه ما استلمتش الباسبور، لسه ما اتجددش ولسه ما جاش. ف يعني لكم ان تتخيلوا انه كل حاجة حصلت بسرعة، والواحد يعني بجد ما كانش عارف يعني يعمل ايه، وكان نفسيتي عامله ازاي. فعشان كده يعني ما بحبش اطلع انقل لكم طاقه سلبيه، ويعني وانتوا مالكوش ذنب. ما بحبش اطلع في حق يعني، كل واحد فينا مكفيه في بيته، وكل واحد عنده مشاكل الدنيا. فمش الدقيقه اللي انا هطلع اكلمكم فيها ولا الفيديو، ما بحبش ان هو حاجه يكون يعني تنكد عليكم. يعني ما حدش ناقص، يعني الله يعين الناس كلها على ما بلاها ويديهم الصحه والعافيه. يعني الواحد لا كان ليه نفسي يطلع ولا كان قادر يطلع اصلا، بس عشان خاطر عيونكم وكمية الأسئلة الكتير، والناس اللي كانت بتقعد تقول طب طمنينا عليكي، طب ايه الأخبار، طب الأمور مشيت ازاي. فالحمد لله الحمد لله يعني الواحد أحسن الحمد لله. وإن شاء الله ابتداء من الفيديوهات اللي جاية هنزل لكم كل اللي كان اوريدي يعني كنت حاطاه ومجهزاه على اليوتيوب وعامله له ينزل في وقت معين. بس طبعا غيرت كل الأوقات عشان حكايه موت بابا الله يرحمه. بس ان شاء الله ابتداء من الفيديوهات اللي جايه يعني غيرت المواعيد بقى، هتبدا تنزل لكم يعني ان شاء الله بانتظام لحد ما ربنا يعني يمن علينا من فضله. الحمد لله احنا صابرين والحمد لله، بس لحد ما الامور تنظبط واقدر ارجع تاني ان شاء الله. بحبكم كتير كتير كتير، وشكرا على كل الناس اللي ما يقستش وخرجت من القناة، والناس اللي قعدت مستنياني، حبايب قلبي المخلصين ليا وللقناة. انا بحبكم كتير جدا جدا، وبشكركم على صبركم معايا، وبجد انتوا من ذهب وربنا يخليكم ليا. اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.